اهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء زوار قناه على وموقع مكتوب الكرام. موضوعنا النهارده هيكون عن تحميل تطبيق يلا. التطبيق اللي معانا النهارده على موقع مكتوب هو من تطبيقات الدردشه الشهيره، هنبدا نتعرف عليه اكتر من خلال الرابط الموجود باسفل الفيديو بصندوق الوصف. زي ما احنا شايفين ده الموضوع الخاص بتحميل برنامج يلا باخر تحديث ليه بتاريخ 2021 على موقع مكتوبيا. وطبعا اولى الخصائص اللي بنهتم بيها على الموقع ان احنا نقدم لكم كل ما هو جديد ومجاني من تطبيقات والعاب. والتطبيق اللي معانا النهارده بيشتغل على الهواتف المحموله سواء بنظام تشغيل اندرويد او الاي او اس لهواتف الايفون. وطبعا هو من التطبيقات الشهيرة العربية في الدردشة، بيتيح لك خصائص كتيرة جدا منها الدردشة الصوتية الجماعية وإنشاء الغرف. هنبدأ نتعرف على البرنامج أكتر بعد ما نحمله على الموبايل بتاعنا بنظام تشغيل أندرويد. وطبعا البرنامج حجمه صغير جدا، تقدر تحمله على الموبايل بتاعك بكل سهولة. بعد ما فتح معانا متجر جوجل بلاي تضغط على تثبيت وبعد كده قبول. لكن أنا محمل التطبيق قبل كده فهضغط على فتح عشان أجربه معاكم. زي ما احنا شايفين التطبيق هيبدأ يفتح معانا على طول. طبعا هو هيحتاج منك علشان تشارك داخل البرنامج يبقى معاك حساب سواء عن طريق الهاتف او تربط حسابك على الفيسبوك او تويتر. زي ما احنا شايفين دلوقتي كم كبير من الغرف. وطبعا اول حاجة ملاحظينها في الواجهة الرئيسية بتاعة التطبيق واجهة جميلة جدا وبسيطة وكمان مدعمة باللغة العربية. طبعا اول حاجه شايفينها قدامها دي الغرف الموجوده الشهيره داخل التطبيق، وفي كمان تابة خاصه بالغرف الجديده. وتحت هنا هتلاقي اللحظات. زي ما احنا شايفين هنا هتلاقي طبعا دي مجموعه هاشتاجات هتلاقيها شهيره وموجوده بشكل كبير جديده. وكمان هنا هتستلقي الرسائل طبعا لما يكون عامل حساب هتبدأ تاخد الرسائل اللي هتيجي على الخاص. وهنا مجموعة المتابعين اللي انت هتبدأ تتابعهم، اي حد هينزل حاجة طبعا او اي جروب هينزل حاجة هتبدأ تلاقيه. وفي المقترح نفس الكلام، هتلاقي فيه نظام بوستات تقدر ان انت تحط صور وحاجات زي كده. زي ما احنا شايفين التطبيق بسيط جدا، والغرف هنا طبعا هتبدأ تضغط على اي غرفة وتدخل جواها. وزي ما احنا شايفين قدام كل غرفة فيها كام شخص. زي ما احنا شايفين هنا اول حاجة فيه خاصة بالمسابقات وفيها 1221 مشترك موجودين حاليا اونلاين. هتبدأ تدخل وتتناقش معاهم طبعا في الموضوع اللي هما بيتناقشوا فيه، وهتلاقي معظمهم بيبدأ ان هو يمسك مايك ويبدأ ان هو يتكلم صوتي. طبعا من البرامج الشهيرة جدا في العالم العربي وكمان أجنبي، ولكن طبعا زي ما احنا شايفين هو البرنامج متخصص أكتر وبيلم ناس كتيرة من العالم العربي وخاصة من منطقة الخليج. زي ما احنا شايفين التطبيق جميل جدا. نهاية الفيديو بتاعنا يا ريت متنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي جديد على القناة أول مرة شرفنا يا ريت متنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك. شكرا لكم. كان معكم أحمد من موقع مكتوبي وقناة على